ليه الناس ما بتسمعش فيديوهات مستر بيست؟ اولا تيجي للجوانب اللي هي مفيدة او تيجي للبداية خالص. في فيديوهات مستر بيست بتقع في منطقة رمادية، يعني ما بين الترفيهي البحت وما بين العمل الخيري المبتكر. فتيجي مثلا ان هو ملهم لشباب كتيرة جدا جدا في اصراره على النجاح واصراره لصناعة المحتوى وما الى غير ذلك. وتيجي لحتة تانية ان هو عمل أعمال خيرية كتيرة جدا جدا، زي صناعة فريق اللي هو اسمه تيم تريز، اللي هو عمل 1000 شجرة أو ما إلى غير ذلك من الكلام ده. وعمل اللي هو يعني حفر 100 بير والكلام ده. فدي حاجة كويسة مش حاجة وحشة. الحاجات بقى اللي هي مش كويسة إن هو عمل سلعة للفقر، يعني إن هو بيعرض الناس اللي هو بيعمل الخير ليهم فبيصورهم فالناس دي بتتشاف على النت وما إلى غير ذلك. فدي حاجة مش كويسة. ده أول حاجة. الحاجة التانية إن هو عمل تسريع لفيديوهاته. الفيديوهات السريعة والريتم السريع دون خلى بعض الشباب وبعض الأطفال إن هم يعزفوا عزوف تام عن الفيديوهات التعليمية اللي هي يعني طويلة، أو الفيديوهات الطويلة والكلام ده كله. كمان إن هو خد الناس لمنطقة ترفيهية، يعني بعيدا عن التعليم وما إلى غير ذلك. يعني الناس بتستفاد من العلم وبتستفاد من حاجة مفيدة. أما مستر بيست واخدهم في منطقة الترفيه، واخدهم في منطقة المسابقات والتصوير المحتوى اللي هو يعني على المستوى الشخصي أقدر أقول لك لم أستفيد من فيديوهاته إلى الآن، يعني إلا المشاهدات اللي هي حفر 100 بير وألف شجرة والكلام ده كله. دي حاجات كويسة جدا جدا، لكن أنت أفدت الناس بإيه؟ أي نعم، بتحول مشاهداتك اللي هي الكبيرة الضخمة دي لأعمال خيرية والكلام ده كله، ده حلو ودي حاجة يعني كويسة، وإنك أنت بتبقى ملهم للشباب والكلام ده كله ده حلو. لكن أنت فيديوهاتك اللي هي أساسك، اللي هي أصلا بني عليها كل ما أنت، يعني كل ما أنت عليه الآن، صناعتك للمحتوى اللي هي الفيديوهات وما إلى غير ذلك، أنت أفدت الناس بيها في إيه؟ فارجع للصح. يا ريت الناس تعرف فين الصح وفين الغلط. مستر بيست صانع محتوى ترفيهي فقط لا غير.